السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة هنبدأ مع بعض يوم جديد وفيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. فيديو النهاردة سهل وبسيط، هنعمل مع بعض طريقة عجينة الطعمية. يلا نشوف الفيديو ونشوف المقادير مع بعض. بس اللي دخل الفيديو يا جماعة شير ولايك وسبسكرايب للقناة. ده كده معانا اول حاجة بنستخدمها، ده كده فول مدشوش، ده كيلو، ودي حزمة كزبرة خضراء، وده الكرات. دي الاساسيات في الطعمية. بقى نشوف المقادير اللي احنا هنحطها عليها ايه تاني. هنا الفول ده بصوا نضيفه حلو، الحباية بتاعته كويسة ازاي. ده الكيلو ب50، في كيلو ب40 بيبقى الحباية متخرمة من هنا، بيبقى مش نضيف، لكن ده نوع كويس. عايزة اوريكم بقى حاجة في الكرات بتاع الطعمية ده نعمله ازاي. اهم حاجة بتجيبي مقص المطبخ قبل طبعا ما بنقطعه. اهم حاجة بقى بيتغسل من النص ده كده، شايفين الطين والتراب ده؟ بنغسله كويس قبل ما، شايفين الطين ده بيتغسل كويس، وتروحوا شايلين الحتة اللي فوق دي والحتة التانية دي. ليه؟ لانها فيها صفار من فوق بالشكل ده، يعني بننضفه وبعدين نغسله الاول. بننقي بقى الخضار كله، عشان بصوا في صفار ازاي من فوق. بنقصقص ده كله بالمقص بتاع المطبخ قبل ما يتغسل. الفول طبعا هننقعه من 10 ل 12 ساعة، يعني ننقعه من بالليل واعمله الصبح. ده اوفر ما تشتري كل يوم، بتخليها في التلاجة بقى، بتطلعها على قد الاستخدام وانضف كمان. هنقيه بقى واظبطه وانقع الفول، وبعدين اوريكم المقادير هنحطها اللي هنحطها تاني عليه. ده كده معايا الفول بالشكل ده منقوع 10 ساعات، ومعايا بصلاية كبيرة وحوالي 10 فصوص توم، وده الكرات والكزبرة الخضراء، غسلتهم ونضفتهم وغسلتهم وقطعتهم كده. تعالوا نشوف بقى نعمل ازاي الطعمية. مش هنضيف اي توابل ولا اي حاجة غير واحنا جايين نعملها. هنحط بس نص معلقة كزبرة ناشفة كده تعلي التست معانا شوية، والملح ولو عايزة تضيف لها اي حاجة تاني وانتي بتعمليها، عشان دي لو اتحطت في الفريزر بقى تبقى محطوطة من غير ملح. هنا كده معايا الفول بالشكل ده. هحط البصل والثوم وهنا احط الكرات كده والكزبرة الخضراء. كده بالشكل ده. هنحط بس حوالي معلقة كزبرة ناشفة. هنا جبت الكبة بالشكل ده. احنا هنحتاج بس كده هنا نحط في كل كبة مع حوالي معلقة مية كبيرة.
شايفين؟ ننزل بقى اللي في الجناب كده. الحاجة يا جماعة لما بتعملوها في البيت احلى وانضف. هجيب بس طبق. طبعا هنديها وش كمان، بس يعني هنديها فرمة كمان بس لما اخلص الكمية كلها. شايفين حلوة ازاي؟ وهقول لكم برضو على حاجة تعملوها تبقى عاملة كده، تبقى هشة معاكم زي اللي بتشتروها من بره، بس لما اخلصها كلها. شايفين لونها حلو وجميلة ازاي؟ اللي عايز بقى يعملها ويحتفظ بها في الفريزر، هي بتقعد كتير على فكرة في الفريزر، بس اهم حاجة ما تملحوهاش الا لما تطلعوها. عادي هي مش بتعمل حاجة لو اتملحت، بس كده احسن. نركن دي بقى كده، ونحط ونحط شوية كمان. بس بقى نحط لها معلقة مية. اهم حاجة وانتوا بتفرموها تحاولوا تنزلوا الجناب كده عشان تبقى كلها واخدة فرمة واحدة. في ناس بتحط لها بقدونس، بس لا، بيخلي الطعمية تشرب زيت. هي الكزبرة الخضراء والكرات وبس. وطبعا البصلاية كبيرة والثوم. لكن لو انت عاملة نص كيلو فول حطي حوالي 5 فصوص توم، 3 فصوص كبار، وبصلاية صغيرة. لكن لو انت عاملة كيلو حطي بصلاية كبيرة و10 فصوص توم وطبعا الخضرة بتاعت الطعمية. هنا كده فضيت الفرمة التانية. شايفين حلوة ازاي؟ اهو. هكمل بقى الكمية كلها واوريها لكم. هنا بقى شايفين الحاجات دي اللي بتتركب في المضرب او في العجان. دي الصوابع بتاعتها الصغيرة، ده عشان تبقى عاملة زي العجينة اللي بره كده، تبقى هشة. عايزين تعملوها بمضرب البيض اعملوها. هنا ركبت لها مضرب البيض اقوى.
ده بقى اللي انا كنت اقصده، ان هي تبقى هشة كده مش مكتومة زي العجينة اللي احنا بنشتريها من بره اهي. ده كده بيبقى من المضرب، اللي عايز يحطه في العجان بعد ما يخلص فرمه اهي، زي اللي انت بتشتريها من بره بالظبط. اللي عايز يحطها في العجانة بالكفة بتاعة العجان بعد ما يخلص الفرم بتاعها يحطها. هنعملها بقى مع بعض. وطبعا حلوة رمضان، كل سنة وانتم طيبين. هنا بقى لو انت عايزة تحطيها تعملي كمية كبيرة وتحطيها في الفريزر، بيبقى فيه بقى نوعين علب تحطيها فيها. مثلا لو انتوا فردين في البيت، في العلب الصغيرة الوسط دي على قد اللي انت هتعمليه، وفي العلب الاكبر منها شوية. دي احلى من الكياس اللي انتوا تحطيها في الفريزر، ما بتاخدش مكان وبتبقى كويسة. بتطلعي الواحدة تفك شوية وبعدين تقليها. هنا بقى هناخد حتة كده نجربها نقليها مع بعض. دي كده الشوية اللي احنا هنعملهم. هحط عليهم شوية كزبرة، شوية كمون، وسنة بسيطة ملح. بصوا، وشوية صغيرة خالص من الكربونات. هنا بقى معايا شوية مية في الطبق، ومعايا العجينة، ومعايا السمسم عشان اقلي بقى الطعمية دي. لما تيجي تعملي حباية الطعمية تحطي صبعك كده عشان خاطر السمسم يلزق في الطعمية. تعالوا نشوف هنقليها ازاي. حطيت كده زيت يسخن، شايفين ازاي ما بتفكش في الزيت وحلوة؟ طالما انت عاملاها بمقادير مظبوطة وكويسة ما بتشربش زيت منك وما بتفكش منك. شايفين حلوة ازاي؟ بس ده سمسم، دي مش العجينة ما فكتش ولا حاجة، اللي في الزيت ده سمسم. شايفين اللون بتاع الطعمية؟ مش مكتومة وهشة وحلوة ازاي، وطعمها جميل.
اعملوها بالمقادير دي مظبوطة جدا. هنا بقى نعبيها. انت بتعبيها حسب استخدامك زي ما انا قلت لكم، يا اما العلب من دي اللي هي الوسط دي، يا اما دي. عبيتهم كده بالشكل ده. كيلو الفول عمل معايا العلب دي كلها. اظن لو انتوا هتشتروا العلبة من دي، يعني حتة العجينة دي كده بره ب15 جنيه. ده يعني اللي بيبيع بيدي الحتة القد دي ب7 جنيه ولا كده. كده اوفر ليكم. كيلو الفول عمل معايا العلب دي كلها. بس انا حطيت في الصغير عشان اخر حتة في البول. هنقفلها بقى بالشكل ده. العلب دي بتبقى حلوة في الفريزر قوي، ما بتاخدش مكان، واول حاجة بتبقى حلوة اما بتيجي ترصيها. تيجي تعملوا خضار، شوربة خضار، تخزني سبانخ، بسلة، اي حاجة بتبقى حلوة. كده بالشكل ده. اهم حاجة بس تقفلوا الغطا كويس عشان الهواء. انا عاملة معاكم طبعا فيديو تخزين الجزر، وفي تخزين الملوخية والسبانخ، في فيديوهات للتخزين كتير قوي. بس لسه طبعا هنعمل فيديو تخزين كبير عشان خاطر في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. اللي عايز برضو يعمل كمية مخلل حلو رمضان يعملها بقى الايام دي. الجزر طبعا رخيص، والقرنبيط كويس في سعره. اعملوا بقى مخللات مشكلة كده للبيت، اوفر ما تشتروا كل يوم من بره. والله الحاجة يا جماعة ما بتتعمل في البيت تبقى حلوة. هي الاسعار بس اللي مش مساعدة حد يعمل فيديوهات كتير، بس ربنا يسهل. اهي كده بالشكل ده. كده بقى خلصنا الطعمية مع بعض وقلتها معاكم. شايفين ازاي هشة وجميلة مش مكتومة، وطعمها جميل قوي. اهي دي كده العلب اللي طلعت معانا كده بالشكل ده. اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى اللي يدخل القناة يعمل سبسكرايب للقناة وشير للفيديو. مع السلامة.